صباح الفل. اسوأ حاجه في الدنيا الاستغلال. حد كان بيبعت لي امبارح القصه كده، بياخد رايي، عنده مشكله في كده ورايح مكان ما ويشتغل، وهم يعني بيضغطوا عليه ان في ناس كثيره جدا النهارده عارفه ان الشباب ظروف الدنيا صعبه، اي حد عايز اي شغلانه باي طريقه، فبيضغط عليه المفروض الوظيفه دي تستاهل 10000 جنيه، هو بيقول له ادي لك خمسه عشان عارف احتياجك كده. اسوأ حاجه في الدنيا حد يعملها كده. اي مدير في الدنيا الكلام ده، المدير واهم مدير اصحاب الاعمال. مدير ساعات بيبقى بلدي جدا، فاكر كده ايه، بيوفر فلوس لصاحب العمل، وصاحب العمل لو عملها كمان هيبقى بلدي جدا جدا جدا، وده حرام. انا بقى انا ما بحبش افتي في حاجات دينيه خالص، بس انا حاسس ان ده حرام بشكل غير طبيعي. في سنه من السنين كنت ما عنديش شغل، شغال سولو والدنيا ملخبطه معايا جدا وغيره، رحت قابلت حد محترم جدا جدا، لسه حبيبي لغايه دلوقتي، اخويا الكبير يعني، مدحت المدني، وقاعد معاه وبتكلم وكل حاجه بقى. يعني قال لي مرتبك انت متوقع كام ولا غيره؟ قلت له متوقع 1500 جنيه، كان زمان من فتره طويله. قال لي انا هدي لك 5000 جنيه. قلت له ازاي تديني 5000 جنيه؟ انا بقول لك انا راضي بال 1500. قال لي انا عارف انت ممكن تكون راضي عشان انت مضغوط دلوقتي ولا غيره، بس ثمن الشغل اللي انت هتعمله في السوق 5000 جنيه، وثمن خبرتك 5000 جنيه، الوظيفه دي ثمنها 5، انا هديها لك. انا مش عايز اقول لكم الراجل ده انا عملت له ايه، اديت صوابعي ال10 شمع دي، ولغايه دلوقتي قيمته بالنسبه لي عاليه جدا، وكنت بسهر بمزاجي واشتغل واعمل كل حاجه وليل ونهار، كان بيتي اكتر من اي حته في الدنيا. هو اشتراني صح. اي حد بياكل حق حد النهارده ده ظلم باين، وعمر ما ربنا هيكرمك في شغلك ده خالص. اول حاجه بتعملها مع اي حد تديله اللي هو يستحقه. وعلى فكره اتحطينا في مواقف كتيره جدا، حد يجي يقول لك انا عايز 30، وحد يجي يقول لك انا عايز 10، وانا ده وده اقول لهم لا انت هتاخد 20. قبلت قبلت، ما قبلتش ما قبلتش. ليه؟ لانك ده حقك دلوقتي مقابل الشغل اللي انت بتعمله هنا. اي حد بيستغل الناس صعب جدا، اللي بيستغل بحاجه الناس النهارده لو اشتغل معاك هو مش راضي، اول لما تجيله فرصه يسيبك، ويبقى دايما مش مبسوط، ولا قلبه عندك ولا اي حاجه خالص. وحتى لو عمل كده انت شايل الذنب بتاعه. بلاش ظلم للشباب. صباح الفل.